السلام عليكم. اش راكم البنات؟ اش راكم زينات؟ اليوم راح نشارك معكم هذه الطاولة البسيطة والمميزة احتفالا برأس السنة الأمازيغية. اعتمدت على ألوان تراثية تعبر عن الأرض والخير، مع هذه الأواني الفخارية اللي تمد لمسة تقليدية وتحسسنا بهذاك الدفء والأصالة. كما حضرت معكم طبق الشخشوخة اللي هو طبق لمة العيلة، ومع هذا التمر والمكسرات اللي ترمز للخير والرزق ان شاء الله. وزدت هذا الكيكه اللي مزينه بالفواكه باش تكون الطاوله تاعي كامله. يناير ماشي غير احتفال البنات، هو تفاؤل لبدايه سنه امازيغيه مليئه بالخير ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبداو في الوصفه. بسم الله. نجيبو برمة نحطو عليها الزيت والزبدة، نحطو الدجاج تاعنا يتقلى، وهنايا بعد ما رحينا ديك الطوماطيش والبصل والثوم والفلفل، هنايا نضيف الملح، كزبر، فلفل الكحل، كركم، راس الحانوت وتوابل اللحم، ونخليو كلش تاعنا مع بعض. البنات تحبوا الماكله تاعكم تجيبينها لازم تخليوها على نار ناقصه وتعطولها حقها في القليه مليح. انا كما سبق وقلت لكم اللي يعني اللي متبعين القناه تاعي، انا التقليه نخليها على الاقل 15 دقيقه ولا 20 دقيقه وهي تتقلى. الماكله تاعك صدقيني والله راح تجيك بنينه بنينه بنينه، وراح تاكلي اللي ياكل بماكلتك راح يعود يدوموندي الوصفه تاعك. وهنا نخليها على تتقلى مليح، نقفل عليها، نزيد نحركها البنات. نحط الحمص البنات هنا يطيب معاها. اذا كان الحمص تاعك ضعيف خلي حتى الاخير وحطيه. هنا نحط الطماطم واحد الريحه ديال البنات والله تشهي. على الاقل هنايا انا راح نستعمل 2 لترات واعمه، لخاطر راح نفوق به بالشخشوخه اللي راح تكون الطبق الرئيسي تاعنا لنهار اليوم. خليوها كيما هكا ونغلقوا عليها، خليوها حتى تبدا تغلي. نجيبو قصعه، نجيبو الشرقيه، انا نروح نصيرها، نحيلها هذاك التفاتف اللي قدرت ما تخليش الطبق تاعي ينجح لي، ونرجع لكم. تقدري تغربليها في هذا الغربال او اللي يكون اقل منه. اذا بعد ما غربلتو نحطها هكا. هنايا نزيد عليها انا 2 مغارف تاع الزيت هكا، 2 برك ولا نزيد شويه بحال، ونبدا نديها هكا. الزيت هنايا باش ما نخليهاش تلصق في بعضها. انا في الكسكاس نحطها تفور بعد ما غلالي هذاك لاصوص بدات تغلي لي كما راكم تشوفوا هكا. هاي بدات تغلي، انا نحط عليها الشخشوخه باش تفوري. دوك نشوف نعطيكم كيفاش كتفور، كيفاش اللي اول مره يعني تجربها راح نعطيك كيفاه تعرفيها بلي راهي فارت. في الوقت هذا انا نحط الجريوات تاعي. البنات كيما نعرفوا الجريوات ما فيهاش الروح، ليه الطيب، ما نحطوهاش مع الاول، نقسمها على 2 ونحطها في لاصوص تاعي. هاليكم هكا الطريقه هذه. ردوا بالكم من النار البنات. اذا ليك هاي ليك فارت، شافوا كيش قربت لكم الصوره.
كامل وهنا نضيف لها غير بشويه تاع الماء، ما نضيفش بزاف. هنا زادت فارتوي للمرة الثانية، بعد ما فارتوي نحطها، وهنا نجيب طاوة نحط فيها مغرف زبدة، مغرف طماطم مصبرة، ونحطها على النار. بعد ما تغلي لي شوية ديك النار تتقلالي، نحطها على الشخشوخة باش حتى يكون بعد لاصوص تاعك ما تجيكش حمراء. هذه الخطوة راح تعطي لها داك اللون الاحمر الباهي والبنه. واش نحكي لك، مادام وصلتي لهذا الوقت ما تنسايش تحركي صبعك وتكديري لي جام وتشتركي في قناتي اذا كنتي اول مره تزوريها باش تكبر صفحتنا وتكبر لمتنا ان شاء الله. ان شاء الله نفرحوا مع بعضنا، ويناير ماشي غير عيد، راهو فرحة ولمة وكذلك تفاؤل للخير. هنايا انا خلصت التفوار تاع الشخشوخه تاعي ولاصوص راهي واجده. نجيبو كاسرونه ولا مقله باش تجمري الشخشوخه تاعك هذيك، نحطو كميه تاع الشخشوخه. انا للامانه هنا ما طيبتش الشخشوخه تاعي كامل، ونجمروها في هذيك لاصوص. كل وحده وكيفاش تحب الطياب تاعها، كاين اللي تحبها طايبه مليح، كاين اللي تحبها مش طايبه مليح حتى تتشرب لاصوص وتطيب ذوقها. بعد ما تطيب لي نجيب انايا الطبق هذا اللي مخدوم من الفخار ونحط فيه الشخشوخه ونزينها. والكيكه شاركتها معكم في فيديو سابق راح تلقوها في قناتي. اسقاسه مقاس لكل المتابعين تاعي، عام سعيد، كل عام وانتم بخير. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هذا حتى يوصل لأكبر عدد ممكن وتكبر قناتنا وتكبر عائلتنا. ما بقى لي غير نقول لكم نتلقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. تهلاو لي في روحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.